يا صباح الخير ويا صباح الورد، ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. عايزه اقول لكم وحشتوني قوي قوي قوي. انا النهارده صاحيه الساعه 8 الصبح عشان اعرف انزل لكم فيديو وعشان اعرف اصور لكم. النهارده انا ناويه ادردش معاكم لاول مره ردا على شويه من تعليقاتكم. انا بحاول ارد على التعليقات كلها اول باول، بس في تعليقات بتبقى محتاجه شويه كلام وفي شوية ملاحظات كده، يعني لقيتها من غالبية التعليقات اللي بتوصلني، هبقى أرد عليها إن شاء الله خلال الفيديو. وكمان هنخرج مع بعض، وكمان عندي ليكم مفاجأة إن شاء الله هقول لكم عليها برضو خلال الفيديو. فلو وصلتوا لحد هنا انزلوا اعملوا سبسكرايب ويلا بينا نكمل. اول حاجه هنعملها مع بعض هي طبعا الفطار. يعني الفطار من اهم الوجبات عندي، من الوجبات اللي انا ما اقدرش استغنى عنها وما انصحش حد ان هو يستغنى عنها الصراحه. النهارده هعمل سندوتشات جبنه، هتبقى جبنه تركي وجبنه موتزاريلا، واحطها كده في التوستر تطلع كده مقرمشه وسخنه، يا سلام. يعني عايز اقول لكم الفطار بكل انواعه هو حلو، ايا كان بقى فول فلافل بيض جبنه، من الحاجات الجميله. بصوا بالنسبه للكومنتات، اولا كومنتاتكم كلها ما شاء الله حلوه وكلها جميله، بس اللي انا لاحظته كتير من الكومنتات كانت بتسألني على القناة أنا إزاي بدأتها. في حد بيقول لي، يعني في واحدة كانت بتقول لي أنا، يعني أنا مش مصدقة إن دي بدايتك، يعني أنت كأنك خبرة كل الكلام ده. أنا أولا عايزة أقول لكم أنا بتبسط بالكلام ده بشكل مش طبيعي، والله بتدوني كده طاقة إن أنا أكمل، وحتى لو أنا شايفة نفسي مش أحسن حاجة بتخلوني أحس إنه في أمل، يعني إن الواحد إن شاء الله يتحسن ويبقى أحسن من كده. فأولا شكرا على نظرتكم دي ليا. المهم اللي أنا عايزة أحكيه بخصوص الكومنتات دي، أولا أنا لاحظت إنه في ناس كتير منكم عايزين يبدأوا ومترددين. وانا هنا طبعا بتكلم على قناة اليوتيوب، بس اللي انا اقصده عموما في اي حاجة في حياتكم، اتعلموا يا بنات ان انتوا ما تترددوش. انا اهو جايه لكم يعني من واقع تجربه، بقول لكم ان انا بقالي يمكن سنتين او 3 وانا في بالي فكره ان انا افتح قناه يوتيوب، والله العظيم بقالها سنين. وكنت كل مرة بستنى الظروف تكون مناسبة، بستنى الظروف تبقى بيرفكت، والظروف عمرها ما كانت بيرفكت ولا حتى دلوقتي بيرفكت. فعايزة اقول لكم ما تستنوش، ابدأوا وهتلاقوا كل حاجة عم بتتحسن شوية شوية، هتلاقوا نفسكم بتطوروا من نفسكم شوية شوية. لكن ان انت تفضلي في مكانك خايفة تبدأي عشان خايفة تفشلي، ما هو انت لو ما بدأتيش يبقى انت فشلتي اصلا. لكن لو بدأتي في احتمال ان انت تنجحي حتى 50% احسن من يكون 100% فشل. فاهمين قصدي؟ فبالله عليكم اسعوا. انا لو كنت بدأت في اللحظة اللي انا فكرت فيها ابدأ يوتيوب قبل سنتين 3 كان زماني دلوقتي يعني اكيد في حتة تانية. لكن الواحد بيفضل يأجل وبيفضل يستنى الظروف المناسبة عمرها ما بتيجي. وانا هنا بتكلم على اي حاجة في الحياة، حتى لو انت مش هدفك ان انت تشتغلي اي حاجة مثلا سوشيال ميديا او كده، انا بتكلم والله على كل حاجة. لو فضلتي تستسلمي لأفكارك وخوفك من الفشل هتفضلي في مكانك ولا عمرك هتتقدمي خطوة. فأنا بشجعكم، أي واحدة نفسها تعمل حاجة أو تاخد خطوة في حياتها ابدأي دلوقتي. كان في مقولة أنا بحبها قوي، بيقولك بعد عام من الآن ستتمنى لو أنك بدأت اليوم. يعني بعد سنة هتقول يا ريتني كنت بدأت، كان زماني دلوقتي في حتة تانية، كان زماني دلوقتي الحاجات اللي أنا لسه بتعلمها كان زماني اتعلمتها، وكان زماني طورت من نفسي، وكان زماني يعني فاهمين. فلا طبعا يعني نصيحة بجد، اوعوا تستنوا الظروف المناسبة. انا بشجعكم كلكم تبتدوا، ولو اي واحدة عايزة يعني مساعدة في اي حاجة تكتب لي في الكومنتات، وانا ان شاء الله هرد عليكم باللي اقدر عليه. وادعوا لي كمان ان انا اعرف اكمل ان شاء الله في اللي انا بدأته. وشكرا كمان للناس اللي بترد عليا في كل فيديو، انا حافظاكوا اسم انتوا لو غبتوا فيديو واحد انا ممكن اقلع عليكم بالشكل ده بجد. فشكرا على كل الاسماء اللي منتظمة في الرد عليا، انتوا بجد حبايبي، انا مش هنساكوا خالص والله. بصوا احنا كده خلصنا الفطار، ودلوقتي هنقعد كده مع بعض نقعد ناكل.
ونروق كده على نفسنا. بصوا النهارده على فكرة كان بيقولوا ان في عاصفة ترابية. انا مش شايفة اي حاجة الصراحة، يعني الدنيا عندنا هنا زي الفل. معرفش بقى المحافظات التانية ايه، انا من محافظة اسكندرية وما كانش فيه تراب ولا فيه اي حاجة. فطمنوني انتوا الدنيا عندكم ايه دلوقتي؟ ألف لام ذلك الكتاب. بقالي يومين جاي على بالي اكل كيكة، مش اي كيكة، عايزة كيكة شاي. كيكة شاي، عارفين الانجليش كيك او كيكة الفانيليا، يعني هي بتبقى سادة كده. فاحسن كيكة فانيليا انا بعملها هي كيكة الحليب الساخن بتاعت نادية السيد. بعشقها بصراحة، سهلة وبتطلع مضمونة. حطيت بيضتين وهحط عليهم كوباية سكر بودرة. هو ممكن سكر عادي بس انا كان عندي سكر بودرة من ايام العيد فحطيته، وفانيليا، ونميكس كده مع بعض. عايزه اقول لكم ان المفروض اصلا استخدم المضرب الكهربائي، بس آه انا جبانه عشان انا كنت خايفه بصراحه ابني يصحى. انا اصلا صاحيه مخصوص الساعه 8 اعمل لكم كل الروتين ده عشان اعرف اصور، عشان هو بيكون نايم في الوقت ده. ف كنت خايفه يصحى طبعا، ما شغلتش المضرب، بس يعني لو شغلت المضرب هتطلع معاكم احلى هترتفع. حطينا كمان ربع كوباية زيت، وعندي كمان نص كوباية لبن اللي هتوسخ لي الرخامة دي. هنحطها في كازرولة، وهنحط عليها 3 معالق زبدة. هنسيح فيها الزبدة ونحطها على النار تغلي. عايزه اقول لكم انا في اول ما جربت الوصفة دي ما كنتش مقتنعة بحته ان انا احط لبن مغلي على كيك. انا كنت خايفة ان هو يبوظ يعني الصراحة، بس لا، هي طلعت ناجحة وما تقلقوش بجد، يعني بتطلع جميلة. صحيح كان في كومنت واحدة بتسألني على موضوع الإكزيما، وقلت لها ان انا هجاوبك الفيديو الجاي. هي كانت بتقول ان هي بنتها عندها إكزيما برضو، وهل ليها علاج ولا لأ. بصي من واقع تجربتي انا، عشان جربت حاجات كتير قوي، هي للأسف ملهاش علاج. هي علاجها ان هي تتجنب المنظفات، او ان هي تلمس اي مادة ممكن ان هي تهيج الجلد. ده احسن حاجة الصراحة، انا نفعت معايا في الحالات اللي هو تكون حصل اوريدي حاجة. يا ماما انا بتكلم يا حبيبي، انا بتكلم يا ماما، مش ممكن نسكت طيب؟ في الاوقات اللي يكون مثلا حصل اوريدي تحسس، ممكن تستخدمي كريم اسمه ديرموفيت، بصراحة بينجز معايا، يعني هو حلو قوي. بصوا احنا كده حطينا كمان كوباية دقيق على الحاجات التانية، ودلوقتي بنستنى اهو اللبن عشان يغلي، وهغلف كمان الصينية اللي هعمل فيها بورق زبدة. عايز اقول لكم النوع ده حلو قوي، اسمه سانيتا. يعني انا فضلت فتره طويله بستخدم انواع وحشه وما كنتش لاقيه نوع بجد حلو، لحد ما لقيت سانيتا ده. بس طبعا ما بلاقيهوش غير اونلاين، فبشتريه من امازون وخلاص يعني. بس هو يعني بصراحه احسن من الانواع اللي في السوق الفتره دي. حطينا كده اللبن بتاع الزبده على الكيك، وهنميكس كده بسرعة وهندخلها الفرن. بس كده، شفتوا سهلة قوي بصراحة وطعمها حلو. لو كنت عملتها بالمضرب الكهربائي كانت هتبقى مرتفعة اكتر، بس هي طلعت معايا ارتفاعها عادي، يعني مش جامد قوي. بس زي ما قلتلكوا لو انتوا ما عندكوش ولاد زنانة اعملوا المضرب الكهربائي هتطلع معاكوا حلوة اكيد. دلوقتي هنجهز للغدا، تمام. من دلوقتي عشان باقي اليوم تبقى الدنيا سهلة كده وابقى فاضية. هتبل كبدة، انا جايبة كبدة فراخ. عايزه اقول لكم ان انا بعملها بالطريقه زي ما انتوا شايفينها كده، ما بغسلهاش. انا سمعت ان في ناس بتغسل الكبده، يعني عايزه اقول لكم ان يعني انتوا مين انتوا مين وعايشين فين، وهل فعلا يعني الكبده بتتغسل بجد؟ انا اول مره بصراحه اسمع انه كبده الفراخ بتتغسل. هي اوريدي اصلا كلها بتبقى دم، فلو اتغسلت يعني ما مش عارفه، حاسه ان هي هتبقى غريبه. عامه انا ما بغسلهاش، واحنا كده متعودين يعني على طول وبتطلع حلوه. انا حطيت الكبده وحطيت عليها قطعت عليها فلفل وتوم كتير بقى، كتير كتير
يعني حطي توم كتير ما تبخليش، وعصرت الليمونة، وكمان طبعا كمون كتير وملح. عايزه اقول لكم ملح الهيمالايا ده طعمه بصراحة مختلف عن الملح العادي، بس هو بيغشني شوية عشان هو بودرة، فببقى مش عارفة اتحكم في الكمية بتاعته، بس يعني اوقات كتير بظبطه. يعني دلوقتي حطيت شطة وربنا يستر منها، وكده خلاص الغدا جاهز ومتبل وكل حاجة تمام. طلعت القلوب بره اللي ورا دي عشان احنا ما بناكلهاش او انا ما باكلهاش فحطها للقط. هسلقها واحطها للقط، وبكده الكيكة كمان تكون خلصت، وبقى عندنا كده التحلية بتاعتنا، والغدا جاهز، واكل القط كمان جاهز. وهنا كنت بوريكم الغدا خلاص جاهز، سندوتشات كبده وقطعت من جنبها طماطم، وعندنا بطيخ كان وحشني قوي. دي اول مره اكل بطيخ الصيف ده، وطبعا اكيد مش اخر مره خالص يعني باذن الله. وبالنسبه للعشاء هنتعشى بره، لانه كان نفسنا في بيتزا من بره، ورحنا لبيتزا كوين. عايزه اقول لكم طلعت تحفة تحفة تحفة. انا اول مرة اجرب بيتزا كوين، وبجد انا ندمانة على كل لحظة ما جربتهاش فيها قبل كده، بالذات اللي هي تشيكن رانش فظيعة. بصوا شكلها عامل ازاي. لا لا لا، انتوا لازم تجربوها بجد. انا معرفش اذا كانوا هم محافظين على الكواليتي في كل الفروع، بس تجربتنا كانت حلوة يعني. وبكده الفيديو هيكون خلص، هختمه معاكم بالمشهد اللطيف ده، وهقول لكم استنوا الفيديو الجاي هيبقى مفاجأة. الفيديو الجاي هيبقى حاجة جديدة أول مرة تتعمل في القناة، فإن شاء الله هتعجبكم. أنا متحمسة قوي. وبكده أقول لكم باي باي.